طيب نحن بالرياض هلأ، والبطولة بلشت من 3 ساعات تقريبا، اللي هي أول فئة ال66. توفيق للجميع. هلأ فئة ال74 حتبلش بعد ساعة ونص، حيبدأوا الميزان، وإن شاء الله إن شاء الله أنا حكون حكم. هذه حتكون أول مرة بكون حكم ببطولة باور ليفتنج، فبجهز نفسي عشان عارف حيكون يوم طويل، حكون جالس طول اليوم فحيكون متعب. هذا عشان يعطيني شوية كافيين فيه. بتوقع هذا فيه 200 ملغ كافيين، فحيكفيني لآخر اليوم. وبوريتو عشان بس نمسك نفسنا لنهاية البطولة إن شاء الله. متحمس شوف الشباب وشوف المستويات، ومتحمس كمان اكتسب خبرة كحكم. طبعا كحكم لازم أكون لابس بدلة، مش لازم بس ليه لا. فخلص أكلي بلبس، بعدين بشوفكم هناك إن شاء الله، ونشوف كيف الأجواء بثاندر دوم لبطولة المملكة 2024. طيب اليوم إن شاء الله ما حنسوي فلوج كثير عشان اليوم تحكيم مع الأخ نورس. يعطيه العافية. أنا بالذهب. هلا. فاليوم حكون حكم، وبكره وبعده ان شاء الله، بس بين هنا وهنا ححاول اني اصور لكم مقتطفات كذا من البطوله. فلا بس بننتظر الشباب على اساس يجوا وندخلهم واحد واحد، ناخذ ميزان ونبدا. بسم الله. خلصنا الميزان الحمد لله، كل الشباب اجوا اخذوا ميزانهم، حطوا الراكعه تبعهم والمحاولات الاولى. هلا بس باقي نص ساعه وان شاء الله نبدا الرفعات السكوات. شوفوا ما شاء الله، شوفوا المجتمع كيف. تمرين سريع قبل البطولة. اليوم فترة الجمعة تبع فئة ال 83 حتبدأ بعد صلاة الجمعة إن شاء الله، فحاول إني أخلص تمريني هلأ، رح نصلي نرجع نجهز نفسنا على نحكم الفئة الثانية. بسم الله. مئتين وثلاثين كانت اوكي. نستعجل على الاوزان هلا حبه حبه. هلا باك اوف جلستين 182 ونص، 4 عدات. بسم الله. طيب خلصنا تمرين سريع، لما اقول سريع يعني سريع، عشان اليوم بسكر النادي بكير وانا ناسي هالموضوع، فكان لازم اخلص تمريني كله خلال ساعة وشوي، عشان هيك ما صورت. بس الحمد لله خلصت التمرين، وخلصت تمارين تأهيل كمان اللي مطلوبة مني. هلا بنرجع للفندق، نغير، بنروح صلاة الجمعة، من هناك نرجع للنادي ونبدأ تحكيم لفئة ال 83 اليوم. 83 إن شاء الله. وراكب الرفعات، والكروت تصير ممكن تتوزع عليها من ثلاث.
طيب ايش رايك تكلمون؟ بسم الله. طيب اليوم ثاني يوم. اليوم ححاول قد ما بقدر اصور لكم. امس انا كنت الهيد ريفري، هيد جادج. هو جادج ولا ريفري؟ يعني الحكم الرئيسي. فالحكم الرئيسي بيكون مشغول، يعني انا طول اليوم قاعد بالكرسي بعطي الاوامر وبنادي الاسامي. راح صوتي امبارح بالاخير يعني، وكنت مشغول فما قدرت اصور فلوج. بس اليوم انا حكون سايد جادج. الحكم الرئيسي اتوقع حيكون المسعود اليوم، صح؟ اوكي، فحيكون عندي وقت يعني شويه مرونه اكثر اني اصور فلوج. وطبعا ما بيقصر معنا نورس حبيبي، يعطيك العافيه. فنشوف يلا اليوم. هلا ناطرين بس الميزان. اليوم فئه ال 83. لا انا اقول، انا توقعت انه صالح اليوم يفوز. ممكن. أنا أقول صالح. متفائل بالاسمراني، ناسي اسمه بس العام الماضي جاب ارقام حلوه. اوكي بس نشوف. انا ابغى صالح يفوز عشان صالح فاز السنه اللي فاتت، وصالح يفوز السنه هذه ان شاء الله. يلا شوف. شباب. الو. طيب احنا هلا حنبدا. جهزنا الكروت والاوراق تبع كل لاعب. حيكون اوراق المحاولات مع الكرت اللي لازم يلبسه. كروت المدربين. حيدخل اللاعب حيحط اغراضه على الطاوله هناك، حيوريني اغراضه. بعدين حناخذ الهويه تبعته، نتاكد من الاسم. بعد ما نشوف كل شيء مزبوط بيجي لهنا بياخذ الوزن عشان بالميزان نحسب بالسيستم. نورس حيحسب بالسيستم. واحد واحد حنخلص. اليوم عندنا ما شاء الله 23 لاعب. فليتس جو. طيب باقي نص ساعة هلا على الرفع الأوزان. خلينا نشوف معنويات الشباب. هذه غرفة التسخين. ما شاء الله عليك. كيف المعنويات؟ الحمد لله عادي، بس والله 250 بيجيبها اليوم. 250 بيجيبها اليوم. فاقر قوي. باذن الله باذن الله. أنا حذكركم، أنا صورت فيديو من أسبوع في وزن فشلوا، وناوي يجيبوا البطولة هذه إن شاء الله أو أكثر إن شاء الله. لو جاب الوزن حوريكم إياه. وهنا بيبدأوا التسخين. الأحلى شيء دائما إنه غرفة التسخين بالبطولة تشوف، بتحس التوتر بالجو من المدربين للاعبين نفسهم. خلينا نشوف بعض من اللاعبين. جاهزين؟ انت مشارك؟ الاول باذن الله. جاهز؟ 83 كيف المعنويات الحين؟ زي الاسئله الحمد لله. والله غريب، بالعادة لما اسال اي احد كيف المعنويات يقول لي متوتر على اعصابي. توتر بالتدريب. ممتاز والله، كويس. هذه العقلية الصحيحة. خليك رايق، كسب الخبرة. هذه أول بطولة؟ ثاني بطولة. عشان كذا خلاص خبرة صرت أنت. اهلا وسهلا بافضل لاعب باور ليفتنج فيك يا المملكه العربيه السعوديه. كيف المعنويات؟ الحمد لله جدا عاليه. الشكل جميل ما شاء الله، في ناس كثار وحماس لا يوصف. وجود ابطال امثالكم زيك انت ما شاء الله. على فكرة ما شاء الله أنت مش بس باور ليفتنج، أنت كمان بتشارك بودي بيلدينج، ناتشرال بودي بيلدينج، صح؟ WMBF داخل ميكس. متى البطولة الجاية؟ ان شاء الله بتكون شهر 8 31. يعني باقي عليها تقريبا 55 يوم من الان. فمشاركه المتعه هنا، وان شاء الله نحاول نتشعب. نحب الرياضه هذه والرياضه الثانيه، نلعب في كل شيء. دعواتك صالح، نحتاج دعم. بالتوفيق إن شاء الله. هذه شوف، هذه من الأبطال اللي هي الهايبريد أثليتس، بيلعبوا بودي بيلدينج باور ليفتنج يعني. عشان يعني هو مثال من اللاعبين اللي التفكير القديم هو شو كان، انه الباور ليفتر لازم يكون وزنه عالي وكرشه واكله سيء عشان يشيل اوزان عاليه. بس عندك امثله شوف جسمهم ناشف، بيشاركوا بودي بيلدينج وكمان بيشاركوا باور ليفتنج. فالتفكير تبع يعني العقليه خرب الفكره علي، وانا نسيت ايش بقول. تكفى ضبطنا الجاج حقنا، تكفى اول وايز، تكفى 949. بيحاول يرشيني، لسه ما بدينا من اولها. حط لي شيء في جيبي ما ادري والله، عشان اللاعب تبعه لما اعطيه كله احمر لا يزعل. انا زي ما كنت بقول انه الباور ليفتنج بطل الاوزان عاليه، وزنه عالي وبس. تقدر تكون ناشف واوزانك عاليه ومستوى. اوكي ما شاء الله. شوف بدي اوريكم منظر انا كثير احب اشوف هالاشياء. عندك هنا المرشد، اوكي، مشارك ب 2093. بس اللي احسن من هيك اخوه الصغير، اول بطوله اليوم له. مرشد
كم عمره اخوك؟ عمره 12 سنه ودخل الباور ليفتنج بدون ما اقول له من نفسه. فيقول لي ان شاء الله بعد 6 سنين بحمي بوزانك. هو يعني صح يجرح بس عادي. علمته الرمايه برماني. والله انه اخوك نفس العقليه ما شاء الله. اخوك ما شاء الله بالتوفيق. يعني اتوقع انت اصغر لاعب عندنا، اصغر لاعب بالبطوله. كيف المعنويات؟ حماس. عليك مجهزين دراغون بول وانمي. وش تابع انميات عبد الله؟ لان هذه الحوافز عندنا. اتاك تايتن حلو. وديمون سلاير. كفو. بس بعدين تتخرج نعلمك ون بيس. ون بيس عمك وعمي. انا مالي اي شيء بهذا الحوار، ماني فاهم ولا شيء. انا كانك تتكلم صيني. لو تولد 50 كيلوز بسويها ولا يهمك. طيب واضح انه المعنويات كويسه، في الناس اللي متوترين وفي الناس اللي مرتاحين. متحمس اني احكم هالفئه ان شاء الله. باقي شوي وبنبدا. نحن هلا قاعدين عند طاوله اللجنه. هلا باقي 10 دقائق ان شاء الله وحنبدا الرفعات. هتشوفوا هنا يكون مكان الحكم الرئيسي والحكام المساعدين هنا. اوكي دقائق وحنبدا. انا هلا على الجانب اليسار، وعندنا هنا الحسن حيكون على الجهه الثانيه، وبعدين الحكم الرئيسي اللي هو اليوم حيكون المسعود بالسكوات. وحنبدا. انا هلا وظيفتي كحكم حقعد من الجنب. حيبداوا سكوات من قدامي هنا، وانا من الزاويه هذه ححكم. لو شفت الرفعه صحيحه ولا لا ححط ايه ولا لا. بعدين هم كل الحكام بيحطوا ارائهم، وبتبان على الشاشه هناك الاضويه احمر او ابيض. بكل بساطه اذا جبت 2 ابيض او اكثر الرفعه محسوبه، اذا جبت 2 احمر او اكثر الرفعه مش محسوبه. بس وحنبدا هلا وحنقعد هنا لمده 6 ساعات الى ما نخلص. هذا لما نبدا ما راح اقدر اصور عشان حكون مشغول بالتحكيم، بس ححط رابط الستريم عشان هيكون لايف كله على اليوتيوب، بتقدروا تشوفوه بعدين. وطبعا قدامنا هنا الجمهور وحيكتر العدد، ورا هناك اللعيبه بيحموا بسخنوا عشان خلاص باقي دقيقه ورح نبدا ان شاء الله. طيب خلصنا السكوات. هلا حنبدا بالبنش، بس السبوترز عم يساعدوا تعديل البلاتفورم، يركبوا البنش على اساس اللاعبين لما يجوا يلعبوا. وهلا طبعا بالخلفيه اللاعبين كلهم عم يسخنوا عشان يكونوا جاهزين للبنش بريس. طبعا ما بقول لكم كيف الاجواء ورا هنا مع الناس. خليني بس اطفي المايك عشان بس تحسوا نبدا. ولازم عبد العزيز يخرب علينا اللقطه. ايش؟ لا تخرب اللقطه يا اخي. فهلا انا حطفي المايك عشان بس تسمعوا وتشوفوا كيف الاجواء. هلا الشاشه هاي بتوريهم الترتيب اللي حيرفعوا فيه الاوزان، والاوزان اللي حيشيلوها المحاولات تبعهم والاوقات. وهنا الاضويه بيبان المحاوله صحيحه ولا غلط، بيبان ضوء ابيض او احمر. هلا نحن حاطين تايمر 10 دقائق راحه بين السكوات والبنش. هلا البنش صار جاهز، بعد ان شاء الله 4 دقائق و20 ثانيه حنبدا بالمحاولات تبع البنش بريس.
طيب يا وحش، ايش رايك في البطوله؟ البطولة هذه يعني اللي عجبني فيها انه عدد الاشخاص اللي في السب جونيور والجونيور تشوفه اعلى من الاوبن، فهذا ان دل على انه انت الشيء اللي قاعد تسويه يا صالح ومحمد وكلنا يعني في مجتمع الباور ليفتنج والسوشيال ميديا قاعد نقطف ثماره الان، انه نشوف الاشخاص هذول اللي لسه توهم طالعين على الدنيا يهتموا بالرياضه زي الباور ليفتنج اللي سابقا اصلا ما حد مهتم فيها. فهذا الشيء المميز في اليوم الاول واليوم الثاني، ما شاء الله صغار بالسن كانوا موجودين ولا مستويات عاليه كمان. واللي واضح انه كانت البطوله حماس ويعني جو كان رهيب، انه عبد العزيز راح صوته. ايوه انا ما علقت، انا جالس بس مستمتع. وراح صوته من الصريخ وهو بيشجع الشباب. والله هذا بدون تعليق، كيف لو علقت؟ كان ما في صوت. ما شاء الله عليهم، ما شاء الله بيضوا وجه الشباب، وبنشوفهم ان شاء الله ببطولات مستقبليه ان شاء الله. اوبن 83 ما شاء الله تبارك الله مستوياتهم قاعده تزيد، ولكن نعم اغلبيه الفئات اللي قاعدين نشوفها تتطور هي السب جونيور والجونيور. عددهم اعلى. يس انا هذا اللي بشوف، يعني الجيل الجديد هذا مخيف، ارقام رهيبه. ايوه يعني انت ايش رايك انت في كميه السب جونيور جونيور مقارنه بالاوبن، وهذا ايش يعني اتجاه الرياضه لفين رايحه؟ هو لانه الرياضه قاعده تنمو، يعني لساها جديده، فطبيعي جدا اغلب الناس اللي يبغون يخشون الرياضه هذه في اعمار قليله. يعني مستحيل احد بيجي يقول يلا خليني بخش باور ليفتنج في عمر 30. يعني ترى رياضه الباور ليفتنج ما لها كم، يعني انا اشوفها ما لها 3 سنوات صراحه. يعني اوكي اول بطوله رسميه كانت قبل 5 سنوات، بس اول بطوله من الاي بي اف تقريبا 21 كانت قبل 3 سنوات. فالرياضه قاعده تنمو، واغلب الناس المهتمين في حاجه زي كذا بالغالب يقولون صغار من السن انهم يخشون رياضه جديده، وقاعد تنمو بشكل مره كبير. لكن حماس الناس اللي داخلين الرياضه هذه انهم خاشين يتوقعون ان الرياضه هذه بتكون بستاندرد معين، لكن الرياضه هذه بمرحله نمو. اغلب الناس اللي موجودين في الرياضه هذه اعمارهم مره قليله. لما تيجي تشوف مثلا في امريكا مثلا في اوروبا، ترى الحكام والسبوترز واللودرز اعمارهم فوق ال30، فتلقى عنده خبره، واصلا هو ما يبغى يسوي الا تحكيم وسبوتنج ولودنج. ليش؟ لان خلاص هو شارك وخلص وبس. لكن الحين اغلب الناس اللي يعرفون يحكمون كويس، اللي يعرفون يسوون سبوتنج، يسوون لودنج كويس، اغلبهم يبغون يشاركون. فهذه مع الوقت بتجي. احنا نحتاج، انا دائما اقول نحتاج جهود فرديه اكثر في الرياضه هذه، لانها في مرحله نمو عشان تنمو اكثر مما هي قاعده تنمو، بس نبغاها تنمو اكثر من كذا. لانه مهما كان حتى لو دعم حكومي والى اخره، مستحيل تنمو رياضه اكبر من كذا بدون ما الناس اللي فيها يدعمونها. باذن الله انها تكبر اكثر من اللي نشوفه حاليا بمراحل. باذن الله. سمعتوا؟ نحتاج ناس يتكلموا اكثر عن الباور ليفتنج. هلا صرنا باليوم الثالث والاخير من البطوله الحمد لله. هلا اول سيشن اللي هي السكوات تبع فئه 93. انا حكون الحكم الرئيسي، فانا اللي حكون معي المايك، انا اللي حاعطي الاوامر. الحكم الرئيسي هو اكثر شيء بيتعب. الحكام اللي على الجنب بيكون اريح شوي. يعني انا امبارح كنت حكم على الجنب وارتحت اكثر بكثير. اول يوم كنت حكم رئيسي وراح صوتي، اليوم جاي جاهز، جاي بالستريبسلز على اساس انه اضبط صوتي. فنقول بسم الله. هلا بعد تقريبا 5 دقائق حنبدا. التايمر هنا على الشاشه. حنبدا بالسكوات مع اول لاعب اللي هو عبد الله، وهنا اللاعبين عم يجهزوا ونشوف كيف الاداء اليوم ان شاء الله.
هلا هنا عند الطاوله هاي لو في اي من اللاعبين بده يغير المحاولات الاولى او بده يغير طول الراك، بيقول للجنه هنا، بيقول لنورس عشان يغيرها قبل ما يبدا رفعه، عشان لما يبدا الرفع خلص الاوزان ثابته والطول تبع الراك ثابت، عشانه حيبان على الشاشه. اول ما يجي دوره للشخص، السبوترز اللي هم الناس اللي بيساعدوا بالاوزان حيشوفوا طول الراك 16، بيعدلوا الراك على اساس يكون هنا 16 عشان كل لاعب عنده طول معين، وكمان الاوزان بتكون جاهزه. فانت لازم تحدد الاوزان قبل ما ترفع، قبل ما تبدا البطوله، والين ما تبدا البطوله بتقدر تجي لعند نورس وبعدين بيقدر يعدل لك الاوزان وبيعدل لك الراك هايت. اي تعديل طبعا نفتح لهم لين يبدا الفلايت، بعدين خلاص ما في تعديل. نستثني من الشيء هذا الراك هايت، هذا يقدر يعدل، ممكن بعد اول اتمت يلاحظ انه ممكن مو مرتاح فيعدل، فنقدر نتساعد معه بشيء. يلا بسم الله، دقيقتين وبنبدا. أنا لازم اجهز نفسي، البس المايك واقعد بالكرسي. انا حكون بالكرسي الرئيسي اللي هو قدام اللاعبين. طيب تغيرت شوي الخطه بالسكوات، الجراسي حيكون الحكم الرئيسي، فزي ما شايفين هلا عم يركبوا له الميكروفون عشان هو بيتكلم يكون واضح صوته، عشان اللاعبين كلهم يسمعوا. ايوه، عشان هو لما يعطي الاوامر للاعبين يسمعوه بصوت واضح. حكمنا الرئيسي اليوم، يلا جاهزين؟ جاهزين باذن الله. طيب نحن خلصنا السكوات، هلا حندخل على البنش بريس. انا بدلت مكاني، انا هلا حكون على الجهه الثانيه. بعد شوي حنبدا البنش مع الحكم الرئيسي. اللاعبين جاهزين؟ ليتس جو. طيب وهيك خلصت البطوله الحمد لله. بحس ان اليوم كانت ارقام جدا حلوه، الحماس كان كثير كحلو. شوفوا الستريم، بنصحكم. هلا حيبدا التتويج بعد شوي، عم يجهزوا بس الستيج، وحيتوجوا سب جونيورز وجونيورز واوبن. كل فئه عمريه عندها التوب 3 تبعها. تحيه للابطال. افضل لاعب صاحب الذهبيه فئه 93 جونيور عبد الرحمن المرشد. تحيه للابطال. شو انا كنت طالع من النادي، بوقفني بيقول لي لا الا ولا بدي اكون بالفلوج تبعك. والله افكر في الباورليفتنج. طبعا اول شيء والله ما عرفت الباورليفتنج الا من ابو صالح بدام، اول شيء في اليوتيوب في الانستغرام. شخص حرفيا هو رمز الباورليفتنج في السعوديه، يعني والله شرف لي اني قابلته صراحه. لازم اطلع بالفلوج عشان اوري عيالي اني كنت معاك، عرفت كيف؟ الله يعطيك العافيه. صار في اثبات خاص، انت صرت بالفلوج. كبير والله، الله يسعدك حبيبي. الله يعافيك حبيبي.
خلصت البطولة خلص، هلا بقى التتويج وخلصنا. المركز الثاني افضل لاعب معانا جونيور اللاعب عبد الرحمن المرشد. اما افضل لاعب جونيور اللاعب محسن العبيدي. مين يستلم عنه؟ وين؟ بيست اوفرول المركز الثالث اللاعب وسيم محسن. هنا بيست اوفرول صاحب المركز الثاني. صوت اللاعب عمر عوض. اما صوت شباب صوت صاحب جائزة افضل لاعب معانا في البطولة بيست بلاير اوفرول اللاعب صالح سليم. افضل ثلاث لاعبين معانا في بطولة المملكة. العشاء عليك يا صالح. العشاء عليك يا صالح. خلاص اخر تحية لليوم، كل واحد يمشي بيته. اقوى شيء يلا. اوكي، ومعانا بطل المملكة ل 2024 الجديد صالح شتاوي. ألف مبروك بطل المملكة، تستاهل والله العظيم. ها كيف الإحساس؟ والله إحساس جميل، الله يبارك فيك يا رب. حنا قلنا مدام صالح أخذنا العام لازم أنا صالح ثاني أخذها السنة الجاية، وإن شاء الله نحافظ عليه على مدار السنين بإذن الله. يعطيك العافية وألف مبروك وتستاهل من هالأعلى. لازم صالح يفوز كل سنة، سامعين؟ السنة الجاية صالح كمان.